أنا عارفة إن في ناس ممكن تقيم عليا الحد بسبب الفيديو ده، بس الحقيقة إن محمد فراج في شخصية صلاح في مسلسل ورد وشوكولاتة مش نرجسي، وعلم النفس ما يقدرش يقول عليه نرجسي، مع إني شايفة لقاءات رايحة ومقالات صحفية جاية وانتقادات رايحة وكلام جاي إن ده شخصية نرجسية بحتة. فتعالى كده نتكلم عن الصفات اللي كانت موجودة في شخصية صلاح واحدة واحدة بكل تفاصيلها وبالأمثلة عليها، وفي آخر الفيديو خالص هقولك ليه صلاح ده مش شخصية نرجسية. محمد فراج أو صلاح في أول لقاء بيبان إن هو ثابت، واثق من نفسه، نبرة صوته هادية، بيتكلم بثقة جدا، نظراته فيها غموض وكأنه بيقولك أنا عارف عنك أكتر ما أنت تعرف. فده بيحسسك إن هو شخص ليه كاريزما مختلفة، وإنه شخص واثق من نفسه وعنده سيطرة وعنده قوة. ده بالظبط اللي حصل مع زينة في أول لقاء. الصفة اللي بعد كده إنه بيحب التلاعب، عشان دي أكتر طريقة بتحسسه بالسيطرة. يعني هتلاقي في المشاهد الأولى لما طليق زينة خطف بنتها وهرب بيها، زينة تسأله انت ليك حد في الجوازات؟ طب انت بتكلم مين؟ طب انت بتعمل ايه؟ مش عايز يرسيها على حاجة. ولما راحت له المكتب فهمها ان خلاص هما وصلوا لطليقها في دبي، وان هما هيجيبوهم من مطار دبي على القاهرة، برغم ان هو عارف ان رجالته جابوا طليقها وبنتها من مطار القاهرة، ولا كانوا طلعوا طيارة ولا كانوا راحوا دبي ولا راحوا اي حتة اصلا. بس هو بيحب يتفرج عليك او يتفرج على اللي قدامه ان هو متوتر وقلقان، وهو اللي في ايده يرحمك امتى ويقولك الحقيقة امتى، ان توترك في ايده وهدوءك في ايده، وان هو دايما عارف القصة اللي ورا كل حاجة، وبيدور الدنيا كده كأنه فيلم او كأنه بيلعب بعرايس ماريونيت، ممشي الدنيا زي ما هو عايز. وده اللي كمل عليه باقي المسلسل، يكلمها امتى وما يكلمهاش امتى، يرد عليها امتى وما يردش عليها امتى، يروح لها امتى وما يروح لهاش امتى، كل حاجة بمزاجه وكل حاجة على كيفه، هو اللي في ايده اللعبة وهو اللي بيحرك الريموت. وفي النص كده خلينا نتكلم في حتة لغة جسد، عشان الناس اللي بتحب ان انا اتكلم في البودي لانجوج او عرفوني لما كنت بحلل البودي لانجوج للادوار للممثلين. هتلاقي ان شخصية صلاح كانت بتحب الاستعراض، فمحمد فراج عارف يعبر عن ده كويس قوي، ان قعدته دايما رجل على رجل، لو حد شكر فيه او مدحه او حس ان اللي قدامه محتاج له وملوش غيره، فجأة بيفرد جسمه، بيرجع كتفه لورا او يعدل قميصه، وفي ابتسامة كده من تحت لتحت، عينيه بتلمع، بيعمل كل حاجة تدل ان هو بقى حاسس بنفسه. وبمناسبة قعدته هتلاقي ان هو في الاول خالص لما كان لسه بيتعرف على زينة، لسه ما حبهاش، لسه ما دخلش معاها في اي علاقة، كان بيبقى قاعد على الكرسي بجنب مديلها ورب. ده احساس ان هو في جزء من شخصيته بيبينه ومداري الجزء التاني، حاطط حدود بينه وبينها، عامل لنفسه حماية او زي ما بنقول واخد كتف كده وبعدك عنه. وعشان الناس اللي اول مرة تسمعني بتكلم في البودي لانجوج، ده مش معناه ان اي شخصية قاعدة القعدة دي يبقى معناها كده. اللي كان متابع فيديوهاتي زمان اول ما بدأت خالص واتكلمنا في البودي لانجوج بتفاصيله، انا قلت ان البودي لانجوج ما فيهوش ان 1 زائد 1 بيساوي 2، ما فيش حاجة اسمها طالما هو عمل الحركة دي يبقى معناها دي، لا، ده بيبقى كوليكشن حركات مع بعض، شوية دلائل مع بعض بتدل على الشخصية او حاجة معينة في الشخصية. المهم يلا نكمل باقي الصفات بتاعة صلاح في المسلسل. شخصية صلاح عاملة زي ناس كتير حوالينا، عاملة زي الرملة الناعمة أو زي الحيوان اللي بيفضل يلف حوالين الفريسة بتاعته قبل ما ينقض عليها ويوقعها في شباكه. فهتلاقي إن هو مع زينة كان بيتعامل معاها بأسلوب اللاف بامينج، إنه يلف وراها ويزن عليها ويفضل يحاول معاها ويبهرها ويديلها الاهتمام، وإن هو هيفضل يدور عليها ويراقبها ويعرف هي فين، ويتمحلس ويعمل فيها شغل المراهقين شويتين 3 لحد ما وقعت في شباكه. بعدها بيبدأ يبان على حقيقته ويبان وشه الحقيقي. أكتر صفة كانت واضحة في صلاح إنه بيهرب من المواجهة، يا إما بالكذب يا إما إنه يقلب الترابيزة. هتلاقي مثلا الكذب لما زينة زنقته ان لا انت لازم تروح تقول لمراتك وتعلن جوازنا والموضوع يبقى قدام الناس كلها، ساعتها كذب عليها وفهمها ان مراته الاولى عندها كانسر وبتتعالج وان ده هيأثر على علاجها، علشان يلم الموضوع ويخليها تنسى وما تتكلمش دلوقتي. او لما مراته الاولى اكتشفت ان هو في لبنان مش في دولة تانية زي ما قال لها،
اخترع كدبة في ثانية، سابها الأول تطلع كل اللي هي عايزة تطلعه والعصبية والكلام لحد ما يفكر في كدبة، وأول ما لقى كدبة بدأ يحسسها بالذنب. خلاص خلصتي، قلتي كل اللي انت عايزة تقوليه، ممكن بقى أدافع عن نفسي وأتكلم. وعمل فيها دور الضحية مع الكدبة بتاعته، وعشان يكمل الكومبو ده راح مديلها حاجة هي كان نفسها فيها بقالها فترة وهو حارمها، والكلام اللي احنا شفناه في المسلسل. فهو عمل كومبو ما يخرش المية. ده بالنسبة للكذب. طب بالنسبة لقلب الترابيزة، هتلاقي لما زينة راحت تلومه ان هي مش عايز يخرجها وهم في لبنان، طب خرجني، طب نخرج من الاوتيل، طب نتفسح، وهو رافض تماما. فقالت له طب احنا ايه اللي جابنا هنا؟ ما كنا خلاص رحنا قعدنا في اي اوتيل في القاهرة طالما كده كده مش هنخرج. فكان رده عليها انا فعلا غلطان ان احنا سافرنا، انا اسف. فبقى فجأة بدل ما هي اللي متضايقة من اللي هو بيعمله معاها، انا بحسسك باللوم والعتاب ان انا بعمل عشانك كتير قوي وانتي لا مقدرة ولا حاسة، وقلبت فجأة ان انتي اللي بقيتي غلطانة ولازم تراضيني. من الصفات المستفزة جدا في صلاح ان دايما بيشككك في كلامك ويشككك في اللي انت عايزاه. زينة تقول له انا مش عايزاك وعايزة ارجع لطليقي والنهاردة فرحي وانا هتجوزه، يقول لها متأكدة ان ده اللي انت عايزاه؟ طب قولي كده ان انت مش عايزاني، طب بصي لي كده وقولي ان انت فعلا مش عايزاني. بيمليكي تقولي ايه، بيشككك في نفسك ويشككك في احساسك. ولما مراته قالت له احنا لازم نتطلق وانا عايزه اتطلق، يقول لها متاكده ان ده اللي انت عايزاه؟ لا لا اكيد مش ده اللي انت عايزاه، فكري بس تاني كده. دايما بيحسسك ان انت لازم تفكري تاني وان في حاجه غلط، وان هو عارفك اكتر من نفسك، فاكيد يعني اللي انت قلتيه ده في حاجه مش صح. وكعاده الشخصيه النرجسيه، والصفه دي كانت موجوده في صلاح برغم ان هو مش نرجسي، الا ان هو بيحب ياخدك ليه هو وبس، ياخدك من دنيتك ويسيب حياتك فاضيه، ياخدك من عيلتك، يخسرك شغلك، يوقع ما بينك وما بين اصحابك حتى لو بالكذب. المهم ان حياتك كلها تبقى فاضيه ما فيهاش غير هو وبس، وهو بقى وقت ما يحن عليكي بكلمه او اهتمام، المهم انك تبقي قاعده رهن اشارته وملكيش اي مخرج تاني. اما عن ان فراج متجوز 2 غير نزواته اللي هم نوهوا عنها كده في السريع في المسلسل، الا ان هو جوازاته ال2 دي كان ليهم اسبابهم. صلاح بيحس ان هو لازم يبقى ليه كل حاجه ويمتلك كل حاجه وياخد كل حاجه من الدنيا، فكان متجوز مريم القشط زوجته الأولى الأرستقراطية بنت الناس اللي هتديله المكانة الاجتماعية وتقوي صورته قدام الناس والوظيفة والمنصب والعلاقات وغيره وغيره وغيره. اما زينة فهو اتجوزها برغم ان هم ما وضحوش في المسلسل ان اتجوز اي واحدة تانية على مراته، هو كان شوية علاقات طياري وخلاص. لكن زينة عشان كانت شبهه بالملي، نفس التظاهر بالقوة، نفس العقد النفسية، نفس الطريقة، نفس العند، حتى طفولتهم كانت شبه بعض. لو هم ما يعرفوش ده وما يعرفوش ان طفولتهم كانت قاسية زي بعض، لكن ده كون شخصيتهم، بالتالي هو اتشدلها. فهو بقى معاه ال2، بقى معاه اللي تديله المنظر والجاه اللي هو عايزه، ومعاه اللي تحسسه انه عايش مع نسخة منه اللي بيشوف نفسه فيها وبيشوف نفسه في صورتها. ومن الصفات الواضحة في شخصية صلاح ان هو ما بيحبش حد يلوي دراعه، ولو ده حصل فبيبقى الاختيار الاول عنده هو الانتقام، زي ما حصل مع سارة لما شافته وهو بيحضن زينة وبعدين اتكلموا وحس منها ان هي بتهدده وناوية تلوي دراعه بالموضوع ده، سابها ونيمها وفهمها انه هيعمل لها اللي هي عايزاه وان الشركة في ايديها والقرارات في ايديها، وهوب راح ملبسها قضية مخدرات علشان يخلص منها. صلاح ما بيتفهمش. نيجي بقى للنقطة المهمة، هو انا بعد كل اللي قلت ده وبقولك ان صلاح ما كانش شخصية نرجسية؟ صلاح ما كانش شخصية نرجسية، كان فيه سمات من النرجسية، لكن ما نقدرش نقول عليه شخص نرجسي، لأن الشخصية النرجسية فيها شوية حاجات كده ما كانتش موجودة خالص عند فراج، والحاجات دي أساسية لازم تبقى موجودة عند أي نرجسي. طيب إيه الصفات اللي كانت موجودة في شخصية صلاح تخليني أقول إن دي لا تمت للنرجسي بصلة؟ النرجسي الحقيقي، النرجسي اللي بجد ما بيحبش حد، ما بيحبش لا امه ولا ابوه ولا اخواته ولا اصحابه علشان يروح يجيب واحده يحبها ويتجوزها. النرجسي الحقيقي بيحب نفسه ونفسه فقط. لكن فراج كان بيحب حب مؤذي، حب غلط، حب مضر، حب وصل للقتل،
بس كان بيحب للدرجة اللي خلته ان حتى بعد ما قتلها قعد يعيط عليها وما كانش مصدق اللي هو عمله. الحاجة التانية ان الشخص النرجسي ما عندوش تعاطف، التعاطف عنده زيرو، المشاعر زيرو، مفيش حاجة اسمها احساس. لكن فراج او صلاح هتلاقي ان هو كان عنده لحظات ندم، لحظات ضمير، لحظات بيراجع فيها نفسه، لحظات بيتردد قبل ما هو ينتقم، لحظات كده بيرجع يقول لا انا عملت كده بس علشان انت كمان عملت كده، لما كان بيواجه او بيتهيأ له يعني انه بيواجه زينة على الموبايل بعد ما قتلها. عنده لحظات بيرجع فيها لنفسه. باباه لما مات قالك انا مش هاجي، وبعدين لا انا هاجي. في كده صراع داخلي، حاجة رايحة جاية، بيراجع نفسه، بيحاسب نفسه، حتى لو طريقته في الاخر كانت مؤذية. بس الشخص النرجسي الفترات دي ما بتعديش في حياته اصلا. الصفة الثالثة ان النرجسي ما بيتكسرش، دايما رافع شعار انا ضد الكسر. لكن هتلاقي ان صلاح كان بيخاف في اوقات، بيخاف ان حماه يعرف انه حرامي، بيخاف ان مراته تعرف ان هو متجوز، بيخاف ان الحكومة وان الناس تعرف ان هو اللي قتل. النرجسي لا، يقتل القتيل ويمشي في جنازته ولا هيفرق معاه، محدش له عندي حاجة. لكن ده ما كانش بيحصل في فراج، وكان بيجيله لحظات كتير انهيار، ويروح ينام في بيت باباه القديم ويعيط ويحضن اخته ويقول لمين انا محتاجك، ويقف قدام صاحبه وهو مهزوم. كل ده مستحيل يبقى في الشخصية النرجسية. اضطراب الشخصية النرجسية اللي اتكلمنا عنه في فيديوهات قبل كده بشكله العلمي ليه 9 صفات، لازم يبقى موجود على الأقل 5 منهم في الشخص عشان نقدر نقول عليهم نرجسي. فده يخلينا نقول إن صلاح فيه سمات نرجسية، زي مثلا السيطرة، إنه بيحب يبان قوي، إنه حساس للرفض أو إن حد يرفضه، شايف نفسه مختلف، بيحاول يوصل للناس عنه صورة مثالية، عنده دافع الانتقام والعقاب، وإن أي حد يغلط ربع غلطة او يفكر بس يجي ناحيته كده بينتقم منه انتقام اكبر بكتير من الحاجة اللي هو عملها. عنده فكرة الاستحواذ او ان هو يبقى مالك كل حاجة، وان الحاجة اللي ملكه تبقى ملكه هو وبس. كل ده سمات نرجسية، لكن مش اضطراب شخصية نرجسية ويتعالج كأنه هو نرجسي او يروح لطبيب نفسي انه نرجسي، لا، هو مجرد فيه سمات. محتاج طبعا يتعالج ومحتاج دكتور والكلام ده كله، بس انا بتكلم على التشخيص ان ده ما ينفعش نقول عليه نرجسي، هو شبه النرجسي، لامس النرجسي كده من بعيد. وكل اللي حصل في شخصية فراج ده هم قالوه في المسلسل، ان كل ده بسبب اهله، بسبب تربيه بابا ليه والغباء اللي كان بيعمله معاه والضرب، وانه لسعه بالمكوى او حرقه. عشان كده تعاطف مع بنت زينة لما حصل الحريق في البيت. فكرة انه شاف طفلة بالحياة اللي هو كان ممكن يعيشها، اللسع والحرق الطفلة، وهو كان زمان اتلسع او اتحرق، فده اللي خلاه يفضي نفسه تماما شهر تقريبا، ويبان التعاطف، ويبان قد ايه هو لطيف ولذيذ وحساس. نسي شوية السمات اللي عنده النرجسية وسخر وقته كله ليها. حياتنا فيها ناس مؤذية كتير، وفيها ناس توكسيك، وفيها ناس مرضى بالهبل، بس زي ما قلت لكم قبل كده احنا بقينا بنقول نرجسي على اي حاجة، على اي واحد معدي مضايقنا. لكن لو انت عايز تعرف النرجسي بالظبط، انا عملت هنا فيديوهات كتير عن النرجسية، اعراضها والتعامل معاها والكلام معاه وكل حاجة ممكن نتكلم فيها. فهتلاقي عندي في القناة فيديوهات كتير عن النرجسية لو انت عايز تعرف النرجسي بجد.